محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شبيه له ولا مثيل له ولا زوجة له ولا ولد له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الكرام، تعالوا بنا لننظر إلى هذا الواقع المرير الأليم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن الصلاة، من أعرض عن التوحيد،
من أعرض عن الصيام، من أعرض عن الزكاة، من أعرض عن الحج إن استطاع إليه سبيلا، من أعرض عن الذكر، من أعرض عن صلة الأرحام، من أعرض عن قراءة القرآن، من أعرض عن تعاليم الإسلام فإن له معيشة. ده هو يبقى عايش في ضوء، معاه فلوس، قاعد في البيت، معاه سيارة، شغال، بس ضاقت عليه الدنيا بما إن فيه إعراض. على سبيل المثال رجل مسلم موحد لله عز وجل، إعراض عن التوحيد، حينما تكلمه أنه لا يذهب إلى الأضرحة يقول لك هؤلاء هم الأولياء. أنا لا أختلف معك، خليهم هم الأولياء، فلا تطلب من أحد شيء غير الله. يقول لك يا عم ده هو الصالحين أفضل مني ومنك، هؤلاء أموات. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أنت أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله أعطيني الولد ارزقني. لا يجوز لرسول الله. ما بالك بهؤلاء الأولياء؟ لا أختلف. يشرك مع الله شيئا آخر. الطواف لا يكون إلا ببيت الله عز وجل، وهذا يذهب إلى الأضرحة ويطوف حول قبر فلان أو فلان. لا يجوز. إعراض عن الذكر بجهل أو بعمد. هناك ناس يجهلون، وأنت لا يجوز لك أن تقيم الحجة إلا إذا أقمت عليه الحجة. يا عم الحج هذا لا يجوز. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعرض عنك فأقمت عليه الحجة. خلاص هذا يشرك بالله عز وجل بعمد. واحد كان يقول لك يا عم والله ما نقصدش نشرك بالله، ده يا عم حرام، ويدعي في النهاية أنه أعرض. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفار. المعاصي حينما نزلت وعمت بيوتنا انتشر الخراب في البيوت. النهارده أنا كثير، معظم البيوت، لا أقول كثير، معظم البيوت إلا ما رحم ربنا مشاكل، وهناك بيوت واقفة على الطلاق. والله ذكرني الآن وأنا أمر باسم أو مركز، حاجة تحسن فعلا. رجل طلق امرأته كما يبدو في الظاهر، وانعزال عن المركز، واقف بيطلب الحاجة قدام المركز في الشارع. وصل كده، كان زوج وزوجة ويحبون بعضهم البعض، بينهم الود، بينهم الأطفال، بينهم الأولاد، هناك صلة أرحام. فجأة جاءت الخلافات والعلم عاصي. والله عز وجل إذا تتبعت والله ليس هناك شيء يحميك من الله. سحر ايه وشيطان ايه؟ والله عز وجل لو امر بك ان يغسل بك انت عاصي، انا عاصي، انا تارك للصلاه. انت جيت وما خلقت الجن والانس الا للعباده، الا ليعبدون. انت فين من العباده؟ يقول لك يا عم الشيخ يعني ما تحبكهاش قوي، انت ما تزمدهاش، ده الدين يسر. يسر ايه وانت مضيع الدين في الكليه؟ انت
الدين يسر في احكامه. لما اقول لك انت مسافر يبقى الظهر صلي ركعتين، هذا هو اليسر. العصر صلي ركعتين، هذا هو اليسر. لما اقول لك الاغاني حرام ما تقوليش ما تزمتهاش، لا ده حرام في القران والسنه. انت مضيع الدين وبعدين تقول الدين يسر، الدين يسر في احكامه. انما تضيع الدين وتقول الدين يسر، لا. ربنا غفور رحيم لمن اقام الصلاه، لمن اقام الدين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اين الاستغفار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول ان الذين يستكبرون عن عبادتي. عارف يعني ايه؟ يعني العبد لما بيعيش ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليه. ربنا يغضب عليك اذ لم تدعو الله عز وجل. والدعاء اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. حينما وقعت في مشكله او في مصيبه لجأت الى الله عز وجل، لا ده نروح بسرعه للمعالج الفلاني او الساحر الفلاني او الساحره او ما شابه ذلك. ده اللي معمول لي عمل. نرجع لربنا، تضرع الى الله عز وجل بصمت. والله عز وجل حينما يرى صدق قلبك يرفع عنك. وإن لم يرفع عنك هذا بلاء. هو أنت مش ممكن إن في بلاء؟ هو في يا جماعة بشر على وجه الأرض معصوم من البلاء أو من النسيان أو من الخطأ؟ ده أنت جيت ولنبلونكم بشيء من الخوف. ده أنت جيت للدنيا دي للاختبار وبلاء. لجأت إلى الله عز وجل بصدق، رجعت إلى الله عز وجل حينما ابتلاك بعوزك فوق من اللي أنت فيه. ده أنت بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. حاجة بس ربنا سبحانه وتعالى، اقف شوية، شوف إيه الغلط عندك، صلح الأخطاء اللي عندك، سجل وتضرع إلى الله عز وجل. وبعدين يا جماعة ده احنا كتير من الناس والله كتير الحياة بايظة، حياته بايظة. تيجي تبص على الأكل والشرب، يا إما تعبان لحد شبهة في الطعام والشراب، شبهة حرام، والبعض يأكل من حرام. يقول لك يا عم الشيخ طب هنعمل إيه؟ العيشة نار، مش عارفين نعيش. يعني جلست بجوار أشخاص كثيرين يعملون في الدخان، مش شغلته. هو كان تاجر وبعدين طلعت السجاير والمعسل بتروح في مكان معين وبتكسب. يا ابني حرام، يا حبيبي حرام. طب انت سمحت في حق نفسك انك تاكل من حرام؟ طب الاطفال اللي في البيت ذنبها ايه؟ والزوجه دي ذنبها ايه؟ تاكل من حرام وهي مش شايفه حاجه ولا عارفه حاجه. اتق الله. الحياه يا جماعه متفشكله متفلحه كده، الحياه ضايعه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان الرجل لا يطيل السفر. السفر قطعه من العذاب. يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يطيل السفر اشعث اكبر، شعره منكوش ووشه عليه تراب وحياته بؤس من السفر والمشقه. وبعدين يقول ايه؟ ثم يمد يديه الى السماء يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بيستعجل فيقول ان يستجاب لهذا ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. ده اللحم مش في بطنه بس نقطه كلها وخلاص انتهت، وغذي بالحرام، ده لحم جسد بالحرام. فأنا يستجاب له. وبعدين تقول لي اصل انا معمول لي حاجه، اصل لا، ده انت اللي عامل لنفسك، انت بعيد عن ربنا.
فين الصلاة في جماعة؟ فين التوحيد؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال فلوس بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه، أي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده. أنت ليه جاي ربنا أهون الآخرين إليه وأنت بتأمر من حرام أو بتعصي الله عز وجل أو بتتجبر على عباد الله أو تغتاب المسلمين أو تتجبر على المسلمين أو أنت قوي على بعض المسلمين، فالله يقول لك كلمة واحدة مكونة من حرفين خذ فكان مات. أين فلان؟ أقسم بالله كنت في السعودية منذ 4 أيام وقابلت رجل أعرفه بعدين اداني حاجة روحت البيت. كنت مع العشاء جيت هنا مثلا الساعة 5 7 أما سبته يعني وركبنا اتصلت على انه يا محمود السلام عليكم ابوك بعت معايا كذا 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 اكيد انت ما تعرفش قلت له يا بنت ابويا مات. ايه هو سواق حادثه قال له لا راجل العربيه وقف نزل في جنب يقول الشاهد اللهم انا نعوذ بك من الموت الفجأة في لحظه قل انت فين يا عم؟ يقول لك يا عم سيبها العمر قدامنا ممدود والزمن مفروض وما شابه ذلك. يا عم ارجع لربنا عشان الحياه ده الحياه انت عايش، ده احنا عايشين والعياذ بالله. انت لو جيت تبص للشعب المصري ما يقرب من 80% من مشاكل الحياه الزوجيه. ولو جيت تبص للحياه الزوجيه يا اما الزوج على معصيه يا اما الزوج على معصيه. مفيش التزام بطاعة الله وبعدين تهاون مرة في مرة سنة في سنة وبقى عايش على كده تارك للصلاة. طب انت فين من الصلاة؟ والله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أين أنت يا تارك الصلاة؟ أين أنت يا مفرط في الصلاة يا مضيع الصلاة؟ فين أنت؟ وعايز الحياة تبقى معاك كويسه ازاي؟ ازاي؟ ربنا جايبك للصلاه، جايبك للتوحيد، جايبك للصيام، جايبك للزكاه، جايبك للحج، جايبك لتعاليم الاسلام، ما جاء بك للمتاع الدنيا، اما متاع الدنيا يكون خلف العباد. ركز، كثير من الناس مش واخدين بالهم وما خلقت الجن والانس الا ليأكلون ليشربون يتزوجون الا ليعبدون. طب ايه هي العباده؟ ان الزواج عباده، والطعام عباده، الشراب عباده، العمل عباده، حينما تقيمه تحت خدمه الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤذن اذن الان حي على الصلاه حي على الفلاح. اين انت يا مضيع الصلاه؟ أين أنت يا من تجلس في الأسواق الآن؟ وصلاة الجمعة والبيع والشراء عند صلاة الجماعة حرام، وتشتد الحرمة عند خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. فين أنت؟ فين أنت وأنت جالس الآن في البيت ومستني المؤذن يقيم الصلاة؟ هو إيه؟ أنت جاي للعبادة، جاي للعبادة، عبادة الله عز وجل، وبعدين أنت عايز تاكل بقى عشان تعيش وعيش، كل بنية العبادة عشان تاكل. يعني إيه؟ يعني أنا باكل عشان أقوي جسدي على عبادة الله، كل الحياة عبادة. طب وبعدين عايز أتجوز، عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته؟ قال يأتي شهوته
ويكون له بها أجر؟ قال نعم، إذا رأيتم إذا وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. نوع عبادة نوع تروح تنام تطور جسدك عشان تكون صالح الفجر. العمل عبادة بس ده يندرج بعض العبادات المؤقتة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة. ما تقوليش بقى أصل لما أخلص الزبون اللي في إيدي، أصل لما أبيع البيعة دي، أصل لما أخلص الدرس، أصل لما أعمل كذا. لا، ده كل ده ممنوع في الإسلام. تصلي الأول لفظ صريح، وبعدين أنت تكون شاكا في عملك. أفضل واحد هو المدرس، أفضل طبيب هو الطبيب ده، أفضل تاجر هو البقال ده، أفضل سائق هو الراجل ده، أفضل حاجة أنت مسلم. مش إحنا في مؤخرة الرب إنهم يكونوا غير الرب الزعيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرقنا في الصلاة. طب أنت ضيعت الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الشرك وترك الصلاة، بين الشرك والمرء ترك الصلاة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. وتر أي فقط. طب احنا فين من الصلاة؟ وبعدين واحد يقول لك ايه سيدنا العصر موجود للمغرب والمغرب موجود للعشاء والعشاء موجودة في الفجر. طيب قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حلو، عن صلاتهم. قال احد المفسرين الحمد لله الذي قال عن صلاتهم وما قال في صلاتهم، لأن الكل يسهو إلا ما رحم ربه. طيب فويل للمصلين الذين هم الذين تركوا الصلاة الكلية؟ لا، ده هو أخر الصلاة عن وقتها. طب الويل ده فين؟ قال لك الويل في جهنم بعيد قعر شديد الحر. بعيد القعر شديد الحر خبيث الطعم. لمين؟ الذي يتهاون في تأخير الصلاة. طيب خذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعالج هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلا. تحترقون بما يا رسول الله؟ تحترقون بالذنوب والمعاصي. الإنسان أول ما يقوم من النوم من الفجر للظهر أو حاجات معينة أو عدة ذنوب أو معاصي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أنت تحترق بدولة من الفجر للظهر. فإذا صليتم الظهر غسلتا، ده كأنه دخل استحمى من الذنوب، اغتسل من الذنوب. ثم تحترقون أي الذنوب والمعاصي أيضا. فإذا صليتم العصر غسلتا، ده العصر بقى في أوقات. في ناس كتير يعني انت بتخش المسجد وقت الصلاه الحمد لله المساجد خاويه على عروشها الا ما رحم ربنا، افراد قلائل ودول الثابتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحترقون يبقى من العصر للمغرب. فاذا صليتم المغرب غسلتا. طب انت مشغول بس هو تنشغل عن حاجات معينه، عن الفرائض، التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج إن استطاع إليه سبيلا. طيب فين أولادك من حفظ القرآن؟
فين انك تنقل الدين في المسجد او انت سمعته او العلم اللي انت عارفه لزوجتك واولادك اللي انت سايبهم من غير علم ومن غير شرع. ولذلك تراها متنمصه وتراها تفعل المحرمات وترتكب علينا، وبعدين يقول لك تحرش تخرج علينا، ده قميص وبالطار. إنا لله وإنا إليه راجعون. أقسم بالله هناك نساء يلبسون بناطيل الرجل يستحي أن يلبسها. أنا عن نفسي، طب أنت إزاي سبت بنتك تطلع بيها؟ إزاي؟ ولكن كما قال البعض الرجل مولد مالي، هو منهمك في الحياة. انتوا مش شايفيني؟ انا متبهدل، انا تعبان، انا كذا كذا، واجيب لكم الفلوس. والزوجه والاولاد لما رحم ربي طبعا هناك نساء عفيفات طاهره. انت فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك نحن بكرة بالذنوب والمعاصي، انت كل لك معاصي الا ما رحم ربك، وكل بني ادم خطاء وخير التوابون. طيب انت فين من صلاه الفجر وصلاه العصر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفردين دخل الجنه. طب انت ليه بعيد عن الصلاه؟ لو تعلمون ما في العتمه والصبح لا نومهما ولو حقوه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الناس لو عارفه في صلاه العشاء ايه وفي صلاه الفجر ايه، لو تخش في حاجه تديك في وشك. انا كل ما اخش في مصلحه تقع، كل ما عايز بنتي يطلع من بره، كل يوم والتاني مشاكل مع الزوجه، مشاكل مع الاولاد. طب انت فين ما تراجع نفسك؟ طب ما تلتزم بالطاعه. هتروح للمعالج كالاتي، يقول لك شغل سوره البقره في البيت. واحد، صلي الفجر في جماعه وتحافظ على الصلوات. اثنين، ثلاثه، حافظ على الوضوء. أربعة، شيل المنكرات من ايدك، الصور والافلام الوحشه والحاجات دي. هيقعد يجيب لك طاعه. هو هيجيب لك ايه المعالج؟ المعالج هيجيب ايه؟ هيقول لك اعمل كذا وكذا وكذا اللي انت عارفه، بس عايز الالتزام واتقان. عايز القران ما يطلعش من ايدك. فين اذكار الصباح والمساء؟ فين محافظتك على الصلوات في جماعه؟ انت كله هو يقول لك ده ابني كان شاطر ومفيش بعد كده، ده ابني كان كذا، ده بنتي كانت كذا، ده انا كنت كذا. وانت بعيد ما حصلتش نفسك ولا حصلت ابنك. ابنك خد عين وانت تقعد تتباهى بيه وبعدين تنزل على الفيس وعلى النت وتعمل. خد عين. غيرك مش لاقي ولد، غيرك مش لاقي بنت، غيرك ما عندوش اصلا، غيرك عنده الولد فاشل. ما انت اللي عامل في نفسك. استعينوا على القضاء حوالين السجن. فين؟ فين من الطعام والتحصينات؟ فين اذكار الصباح والمساء اللي هي مصلحه لشخصيتك انت؟ اذا عباد الله لابد ان نرجع الى الطاعه. عشان قلت لك في البدايه قد يكون المعرض انت وقد يكون المعرض انا، والاعراض يكون لعبد قلبه عنه بقصد او بدون قصد، بتعمد شديد او مراد مسالم. في النهايه هو معرض. على سبيل المثال تارك للصلاه او بلاش تارك للصلاه، مضيع للصلاه وبيصلي بس بيأخر الصلاه بيفوت الصلاه. لما تيجي تقول له يا عم الحاج اتقي الله انت ليه ما رضيتش تصلي معانا اصلا؟ معرض عن الطاعه ومعرض عن التحصينات ومعرض عن اذكار الصباح والمساء. انت بعيد، انت اللي اخترت طريق. فالرجاء الان ان نعود الى طاعه الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. اقول لكم لما تعرض عن طاعه واحده اعرف ان ربنا هيغضب عنك. ايوه هو جايبك في الطاعه
ولله المثل الاعلى. ايه واحد يشتغل عندي، اعمل دي مش عندي، يلا مش اعمل دي مش عندي، يلا مش اعمل دي حاضر، اعمل دي حاضر. ولله المثل الاعلى. جاء بك في الحياه الدنيا للعباده، انت بتقول له يا رب ده لسان حالك، بتقول له يا رب انا مش هصلي دلوقتي ماليش مزاج. في يوم اذكر قصه من حوالي 15 سنه، كنت فاتح محل معين وبعدين راجل عنده 70 سنه وبعدين بيعمل عندي حاجات كده، فجيت وقت الاذان الشيخ ابراهيم خلصت جيت المحل يا عم الحاج يلا، قال لي بس اخلص الاول. خارج بره كده وشغل الباب، قلت له يا حاج العباده بتاعت الصلاه اولى من العباده دي، يبقى انت اذا في حاجات لازم تأديها عليك عبادات. هتلاقي صور يعني ما تخشش، هتلاقي افلام وحشه بتشتغل في البيت. انت عارف وحشه يعني ايه؟ مش شرط ان هي الاباحيه، لا، ان جاي لك ممثل وممثله وبيحبوا في بعض قدام بنتك وهي قاعده قدام ابنك. هي دي الوحشه، ان هي جايه متبرجه امامك وانت تنظر اليها. ان واحد بيكون زوجته او زوجته تكون جوزها، هو ده بيعلمنا عليها. فانت لازم تقف وقفه صدق مع نفسك، شوف بيتك شكله ايه. في صور، ابعد الصور، ابعد الافلام، ابعد المعاصي بشتاها. تعالي يا بنتي انت لبسك ايه والبسي كده، خش عشان تروح مشوار وخدها معاك تروح مشوار، شوف لبسها شكله ايه. لا يا بنتي وربنا يسألكم كلكم راحة وكلكم مسؤول عن رعيته. لا لا لا، دي ما فيش تلبسيها يا حبيبتي، انت خايف عليك. ايوه يا زوجة البسي، شيك على بيتك يا عم، شيك على بيتك. ما كنتش شايف على بيتك هتروح فين؟ ده ربنا يسألك. أو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وبعدين يا رب أصحابك وأهليكم النار وقودها الناس والحجارة. المجال طويل، ولكن عشان تبقى الوقت يا جماعة يبقى هنا نخرج بهذه الآية: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. باختصار، أولاد مشاكل مع الأب، ضنك مع الزوج، مشاكل مع الزوج، ضنك في الوظيفة، ضنك في الطرقات، ضنك في كل مجالات الحياة. كل ما تقابل واحد تشبط مع ضنك في كل مكان. ليه؟ طب الضنك دي من ايه؟ من المعصية. اخترت فلان، ما بتشوفش واحد كده يقول لك اتفضل اتفضل. ليه؟ إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيوضع له القبول في الأرض. طب والثاني يا جبريل، الله عز وجل إني أبغض فلان فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله قد أبغض فلان فأبغضوه فيوضع. ربنا يعافينا من الوجه، ربنا يبعدنا عن الامر ويمشيه خليه هو من هنا. دي الفاظ بنسمعها. واذا يا جماعه الحياه السديده في طاعه الله، الغلاء البلاء الوباء الحل منه برضه يرجع للطاعه. سبب رئيسي والله عز وجل يغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في ذنوبنا وثبت اللهم عقبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم ذنب لنا الصعاب، اللهم فرج لنا الكربات، اللهم انزل على بلدنا النصر والامن والامان، اللهم ارزقنا الامن في بيوتنا
اللهم ارزقنا الامن في طرقاتنا. اللهم انزل علينا الاستقرار، اللهم انزل علينا الاستقرار، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر